اهلا بيكم في مراجعه جديده. معانا النهارده ساعه الوي فلاي كونكر اللي جمعت بين التصميم الرياضي العملي المميز جدا اللي بتناسب اي حد فيهم وعايز ساعه رياضيه وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا. الحقيقه اختبرت الساعه في كل حاجه تقريبا واستخدمتها استخدام متواصل لمده اسبوع. خلينا نبدا بالبوكس. شكله بسيط وانيق وفيه كل اللي انت هتحتاجه. الساعه هنا شكلها شيك جدا، بتديك احساس بالفخامه بسبب الاطار المعدني الستانلس ستيل اللي بيغطي الشاشه وبيحميها. اما الشاشه فهي 1.43 بوصه اموليد مثاليه من ناحيه الالوان والسطوع العالي، والتردد 60 هرتز بيبقى ممتاز جدا وبيديك سلاسة عالية أثناء الاستخدام. حقيقي الشاشة وتجربة الاستخدام والتصميم حاجة من أفضل ما يمكن. الاستراب متين ولونه حقيقة شياكة كده، مقاس 22 مللي وتقدر تبدله بأي استراب حسب ذوقك. بالنسبة للساعة والسوفت وير والتطبيقات اللي بتدعمها، الحقيقة هي شبيهة لكتير من الساعات الموجودة حاليا في السوق. لما بتسحب من فوق لتحت بيديك بعض الاختصارات زي استشعار حركة ايدك على اساس تفتح الشاشة مباشرة، وتقدر تتحكم في سطوع وشكل القوائم وكمان اختصار المكالمات. سحبة من تحت لفوق بتشوف كل الاشارات الجديدة سواء بالعربي او بالانجليزي، والساعة دايما اللغة العربية بشكل الحقيقة مثالي والفونت شكله حلو وجميل. سحبة من الشمال هتلاقي مجموعة من الاختصارات يعني بتسهل لك الاستخدام. نروح بقى للحاجات المهمة اللي تهم معظم الناس، وهي تتبع الحركة والنشاط والقياسات الصحية. من لما نسحب كده من اليمين بدخلك على تتبع النشاط اليومي والحركة وحرق السعرات الحرارية وعدد الخطوات اللي مظبوط هنا في الساعة. حقيقة مستشعرتها من أفضل ما يمكن. بعد كده قياس معدل نبض القلب ومتابعة مستمرة ودقيقة طول اليوم. بعد كده قياس نسبة الأكسجين في الدم، ودي مفيدة جدا لو بتهتم بصحتك، وبتعرفك نسبة الأكسجين في الدم بشكل استرشادي مش طبي. قياس الضغط النفسي أو التوتر بيخليك تراقب حالتك النفسية وهل هي في الليمت يعني الطبيعي ولا انت متوتر، وبالتالي بتديك انطباع عن حالتك المزاجية. تتبع النوم هنا بيعرض لك تفاصيل نومك على مدار 24 ساعة مش اسبوع. تتبع النوم مظبوط وبيديك قياسات مظبوطه. تتبع نشاط الاسبوع هنا بيديك احصائيات مظبوطه جدا على مدار اسبوع، وده بريتو تشارت او يعني ترند تشارت علشان تعرف الايام اللي كنت نشط فيها وتحسن نمط نشاطك اثناء الاسبوع. شاشه اوليد بتردد 60 هرتز بتدعم الاو او دي او الاولويز اون ديسبلاي، تقدر تتحكم فيها سواء بالعقارب او الشكل الديجيتال حسب ما انت تحب، وطبعا بتشغلها في وقت معين، يعني وقت النوم بتبتدي تطفي معاك حسب اختيارك. الشاشه زي ما قلنا محميه باطار قوي جدا من الستيل ستيل، وفي مجموعه مسامير متركبه على التصميم. 8 مسامير حقيقة شكلها ممتع قوي، وتفكيك المسامير دي زي ما احنا ملاحظين كده مش بيأثر على كواليتي او التقفيل بتاع الساعه، ولكن هي بس شكل جمالي مش اكتر. عندك تطبيق مخصص على جوجل بلاي اسمه وي فلاي فيت، تقدر من اعدادات التطبيق ده تشغله في الخلفيه طول الوقت بحيث يربط الساعه مع التليفون طول الوقت. تخش بقى على الاعدادات وتختار ان هو يشتغل في الخلفيه طول الوقت، وكمان تقدر تتحكم في كل حاجه في الساعه عن طريق التطبيق وطريقه تشغيلها. وعندك كمان خلفيات كتيره جدا او واتش فيسز كتيره جدا موجوده. الساعه هنا فيها ديجيتال كراون بيقلب بقى في القوائم، وتقدر انت تستخدمه في ظروف كتيره في الاستخدام. ديجيتال كراون معدني بملمس حلو جدا وصوته كمان لطيف قوي. تحت الكراون ده او تحت الديجيتال كراون في زرار تخصيص بتكه كده لطيفه، تقدر تخصصه زي ما انت عايز بحيث يساعدك في فتح اي حاجه بسرعه. وانا هنا مخصصه للمكالمات او لاجراء المكالمات. تقدر تخزن لغايه 100 جهه اتصال فيفوريت، والمايك والسماعه ادائهم كويس جدا على الساعه. ملحوظه صغيره بالنسبه للصوت اثناء المكالمات، الصوت هنا يعني ما تقدرش تعليه او توطيه، هو على اعلى مستوى، ودي حاجه تعتبر في السوفت وير محتاجه انها تتعدل. اختبار الميه هنا بيدخلك على واحده من اجمل اللقطات اللي ممكن تشوفها في الالكترونيات بصفه عامه، وخاصه الاجهزه الويربل، لان انت طبعا معرض الساعه او الاجهزه اللي زي كده تتعرض للميه بشكل مستمر، سواء في وضوء او في شاور او ما الى ذلك. الساعه ادت معايا اداء حقيقه عظيم خلال 10 ايام او اسبوع. استخدام مثالي، انا استخدمتها بشكل كثيف جدا تحت الميه. وكمان الاختبار بيأكد لك المعلومه ان الساعه هنا متقفله بشكل عظيم ومحكم جدا، ولها تصنيف عالي جدا لمقاومه الميه، وحسب البيانات الرسميه من الشركه ان هي مقاومه للميه مدى الحياه. وبالتالي هنا الساعه مقاومه للميه بطريقه عظيمه وتقدر تعتمد عليها في كل ظروف الاستخدام. اما بالنسبه للدروب تيست، دي حاجه مهمه جدا في الالكترونيات والساعات بصفه عامه. عملت دروب تيست على السيراميك بعد ما فكيت الاستراب على اساس اشوف مدى متانه الاجزاء الداخليه وتقفيلها، هل هيحصل مثلا ان الشاشه تفصل او اي حاجه تتاثر او هتتكسر او هتشرخ. حقيقه ساعه مثاليه. عملت دروب تيست كتير جدا على السيراميك وكان ادائها مثالي زي ما احنا شايفين كده في لقطات فيديو الدروب تيست. تصميم ممتع جدا وفي نفس الوقت سيمبل وشيك قوي. اختبرتها في كل حاجه تقريبا، وفعلا انها اثبتت انها اختيار مناسب جدا لاي حد بيدور على ساعه متينه وعمليه في فئه الساعه فئه $60.
وزي ما احنا ملاحظين كده دي إعادة قياسات نسبة الأكسجين في الدم وعدد ضربات القلب وكمان الضغط العصبي بعد الاختبارات اللي شفناها، واختبارات كانت عنيفة أوي وبالتالي مأثرتش خالص على أداء المستشعرات وعلى وظائف الساعة. وبرشحها لأنها فعلا قوية وديورابل، وكمان تقفيلها محترم قوي لدرجة يعني كانت صعب ان انا افككها. ما يعيبها حاجتين بس: اولا مستوى الصوت في اثناء المكالمات بيبقى عالي قوي متقدرش توطيه، وتاني حاجة بالنسبة لمستشعر الضوء أو ضبط السطوع التلقائي للشاشة مش موجود هنا كقطعة هاردوير. فيما عدا ذلك قياساتها مظبوطة وساعة جميلة جدا وعملية، وتقفيلها من أرقى ما يمكن الحقيقة. أنا حاولت أفككها ولكن أنا الحقيقة معرفتش، لأن أنا ما عنديش الأدوات أو مش فاهم التركيب بتاعها عامل إزاي، لأن هي طبعا شكلها مش نمطي ومحتاجة يعني أدوات معينة لتفكيكها مش موجودة معايا. بالنسبة للبطارية الداخلية فهي بطارية عظيمة، أدائها حقيقة أداء ممتاز. كفت معايا استخدام من حوالي 4 أيام ل5 أيام استخدام متوسط، و3 أيام استخدام كثيف جدا وربطها بشكل متواصل مع البلوتوث. في نهاية الفيديو أنصح بيها جدا لأي حد عايز ساعة متينة جدا لأقصى درجة، لدرجة إن أنا يعني ما قدرتش أفككها ولغيت فكرة إن أنا أفك الساعة نظرا للتقفيل الرهيب اللي معمول على الهاردوير الخارجي. بشكركم